طبعا النتاية مكسوفة دخلت مع الذكر، طبعا مش عايزين احنا نحاول نهاجمهم عشان في حصر جوه ما يحصلوش اي كسر او اي حاجة. طبعا يا ريت يكون واضح اهو الذكر والنتاية اهو، بسم الله ما شاء الله. طبعا حاطين الكلفة بتاعتنا زي ما انتم شايفين حضراتكم كده. طبعا الحمام يعني لما بنيجي نحط له كلفة في بعض الحمام بينقي الكلفة اللي هو ايه بيحبها او بيرغبها. يعني في فرد حمام بتحب الفول فبياكل فول، في فرد حمام مثلا بيحب الذرة الصفراء فيها بياكل، في اللي بيحب العلف فبياكل. طبعا احنا قلنا ان افضل غذاء للحمام هي الكلفة المتزنة اللي احنا بنعملها على ايدينا او بنشتريها جاهزة. الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قناتنا قناة يوميات مربي بنجدد اللقاء مع حضراتكم في فيديو جديد. كنت اتكلمت مع حضراتكم على موضوع السلكات وتربية السلكات، وقلنا ان تربية السلكات بتبقى افضل بكتير عشان الاهتمام بفرد الحمام بيبقى افضل طبعا بكتير من الحمام السائل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا هنا حاطط جوز اهو زي ما انتم شايفين حضراتكم في العين بتاعته. طبعا البني الذكر البني اهو محضن على حصوتين. النتايه بتاعت الثمره دي بسم الله ما شاء الله. طبعا حاطين الكلفه بتاعتنا زي ما انتم شايفين حضراتكم كده. طبعا الحمام يعني لما بنيجي نحط له كلفه في بعض الحمام بينقي الكلفه اللي هو ايه بيحبها او بيرغبها. يعني في فرد حمام بتحب الفول فبياكل فول، في فرد حمام مثلا بيحب الذرة الصفراء فيها بياكل، في اللي بيحب العلف فبياكل. طبعا احنا قلنا ان افضل غذاء للحمام هي الكلفة المتزنة اللي احنا بنعملها على ايدينا او بنشتريها جاهزة. طبعا انا عارف ان سعر الكلفة طبعا رافع دلوقتي، بس هو ده يعتبر انظف او احسن اكل ممكن نحطه لفرد الحمام. زي ما انتم شايفين حضراتكم كده. طبعا احنا بنحط المية بتاعتنا وبنحط الجوز بتاعنا طبعا، وان شاء الله باذن الله ربنا بيرزق يعني. انا قلت لحضراتكم كان في الفيديو السابق بتاعي واتكلمت عليكم مع حضراتكم على موضوع السلكات وتربيه السلكات. هل تربيه السلكات افضل ولا الحمام السايب؟ طبعا دي طريقه ودي طريقه، بس انا من وجهه نظري ان انا شايف ان انا جربت الحمام السايب ففي مشاكل كتير قوي، ولكن بالنسبه للحمام اللي بيتربى في سلكات بتبقى يعني نسبه الخسائر بتاعتنا قليله والاهتمام بيه بيبقى احسن طبعا بكتير. بسم الله ما شاء الله. طبعا زي ما انتم شايفين حضراتكم كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا النتاية مكسوفة دخلت مع الذكر، طبعا مش عايزين احنا نحاول نهاجمهم عشان في حصر جوه ما يحصلوش اي كسر او اي حاجة. طبعا يا ريت يكون واضح اهو الذكر والنتاية اهو، بسم الله ما شاء الله. جوز بسم الله ما شاء الله يعني بيرمي الحصوتين من هنا، ومجرد ما بيفقسوا والزغاليل تشد كده بسم الله ما شاء الله يبتدي يرمي كمان حصوتين تاني. طبعا بنبتدي نعلم الحمام اللي زي كده ان الحمام شغال وانت بتربح من وراه تستفاد من وراه. فالحمد لله رب العالمين. يعني يا رب يعني ايه اكون بفيدكم بمعلومه حتى لو خفيفه وصغيره ولذيذه، ولكن تكونوا استفدتوا معايا في قناتي قناه يوميات مربي. ما تنسوناش بالاشتراك في القناه، تفعيل الجرس، اللايك الجميل بتاعكم، البصمه الجميله. اللايك بتاعكم بيرفع من شأن الفيديو بتاعنا وبيرفع من شأن القناه اللي هي قناتكم قناه يوميات مربي. اشوفكم على خير الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.